النقطة التانية المهمة طبعًا الاستماع، أستمع للناس اللي معايا من غير ما أقاطعهم، ولمّا يخلّصوا أتكلم أنا، أرُد، أعلّق، أسأل، دي طبعًا حاجة مهمة جدًا. الحاجة التالتة لو كنا هنضطر نسلِّم على بعض أو يمكن في مجموعة في ناس أعرفهم كويس، ناس ما أعرفهمش كويس، لو باقابل ناس لأول مرّة أسلِّم عليهم بحرارة، أبُص لهم في وشّهم، في عينيهم، لمّا يقولوا لي اسمهم أعيد اسمهم عشان أفتكره كمان. بتبقى عادة سيئة جدًا لمّا يبقى في مجموعة وناس واقفة جنب بعض وهنسلِّم على واحد، واحد، أسلِّم على واحد أبُص في وش التاني، وأسلِّم وأبُص في أهلًا إزيك، أهلًا إزيك، وكمان السلام لازم يبقى فعلًا بحرارة مش إيدي كده مرخرخة. غير كده لمّا أنا قاعدة مع مجموعة باستمع لهم وطبعًا باحب أتكلم، هي مشاركة، فعيب عليّا إن أنا أقعد أتكلم وألزق حكاية في حكاية، في حكاية، في حكاية، ما ادّيش فرصة لحد تاني يتكلم، في ناس بتعمل كده، فدي عادة سيئة، لازم أقول شوية من اللي عندي وأسمع للناس كمان. ومهم جدًا الاهتمام بالناس المفروض يبقى دي حاجة نابعة فينا، أنا عايزة أعرف فعلًا أخبار الناس اللي أنا معاهم، مش بس عايزة أحكي لهم عن أخباري، أوكي أخباري وأخبار ولادي، أوكي أخبار أحفادي، لكن أنا كمان عايزة أسأل عليهم هم، أنتم أخباركم إيه؟ ولادكم عاملين إيه؟ إيه مشاريعكم؟ أستمع، في نفس الوقت ما انساش أدّي تهنئة، أعبّر عن إعجابي بحاجة في الشخص اللي قدّامي، سواء في إنجازه، سواء في طريقة تعامله، يعني أكيد كل واحد فينا فيه حاجة حلوة التاني ممكن يمدحها، أمدح اللي قدّامي وقت اللزوم وأشجّعه وقت اللزوم، لمّا يحكي لي على حاجة عملها لو أنا شايفة أمّا اللي قدّامي ده شاطر لازم أقول له، أعبّر عن مشاعري، ده بيأثّر عليه كمان هو وبيأثّر عليها، لمّا حد بيسمع تقييم الآخرين الكويس له بيشجّعه يستمر في الأداء اللي هو بيعمله، الصغير مننا والكبير مننا دايمًا محتاج يعرف تقييمه عند الآخرين وكَم حُبّه عند الآخرين، فعمرنا ما نفتكر إن اللي قصادي ده عارف أنا قد إيه باحبه، لازم في أوقات مختلفة أورّي له أنا باحبه إزاي وأعبّر عن مشاعري وأعبّر عن إعجابي بالنقط الكويسة اللي فيه، لإنه طبعًا لمّا بنعيش مع ناس سواء ولادنا سواء جوزنا كتير بننتقد، كتير بنقول أنت بتعمل ده بالطريقة الفلانية، أنتِ بتعمليه ده، أوكي ده طبيعي، لكن لو قصاد ده كمان هاقول أمّا حلوة الطريقة اللي أنت بتعمل بيها الحاجة الفلانية دي، أمّا أنا مقدّرة جدًا التصرُّف بتاعك أو بتاعِك في المواقف دي، ده نقطة مهمة جدًا. الصغير والكبير مننا محتاج يحس بالتقدير والحُب والإعجاب. الاهتمام بالناس محتاج صدق وأمانة، لمّا باقول هنمدح شخص لازم يبقى بصدق وأمانة، طبعًا مش هاجي بس أمدح أي حاجة مش ما فيهاش مجال مدح أصلًا، زي حاجة ملحوظة دلوقتي باشوفها كتير مثلًا لمّا بييجوا أهل يتفرّجوا على ولادهم عندنا مثلًا في الgym بنعزم الأهل ييجوا يتفرّجوا على أداء أولادهم، في نوع من الأهل على كل حركة يقولوا للولاد great job, great job هايل، هايل، الطفل مش عبيط عارف إنه ده مش حقيقي، ده كلام مُبالغ فيه، لإنه هو عارف إمتى بيعمل كويس أوي، إمتى بيعمل متوسط وإمتى الجزء التاني برضه من حكاية تركيز على الشخص نوري الاهتمام، كتير من الأهل ييجوا يتفرّجوا على ولادهم وفكركم بيعملوا إيه وهُم بيتفرّجوا، بيتكلموا في التليفون، برضه وأنا باشوف الطفل بيبُص للأهل وقلقان، هو عايز إنه الأهل يبقى مركّز عليه عشان يشوف هو بيعمل إيه، لكن إنه أبقى مشتتة كده الاهتمام ما بيجيبش نتيجة كويسة. كل واحد فينا صغير أو كبير محتاج يحس بالحب، بالاحترام، مش انبهار، بس يعني بتقدير الحاجة اللي هو بيعملها، ده بيساعده على الاستمرارية في الأداء الإيجابي وبيدّي له حماس أقوى. أي شخص عليه تركيز، حد بيبُص على أدائه وبيعلّق على أدائه، أداؤه بيتحسن بدرجة عالية جدًا، غير الشخص اللي بيأدّي وما حدش واخد باله، ما حدش بيعلّق، حد شايفه لكن ولا بيعلّق ولا كويس ولا وِحِش. كل حد فينا صغير أو كبير محتاج بالتشجيع، محتاج يسمع كلمة حلوة، زي ما في الأسرة أو في العلاقة الزوجية دايمًا بيحصل انتقاد، أكيد دي حاجة طبيعية، كل واحد بينتقد التاني، بتعمل كده بنضحك على حاجة معيّنة، بُص أنت بتعملها إزاي، بُصي أنتِ بتعمليها إزاي، في نفس الوقت الشخص اللي أنا عايشة معاه سواء ولادي، جوزي، مامتي، أصحابي، محتاجين برضه أورّيهم إيه المزايا اللي أنا شايفاها فيهم، لإنه أكيد أنا شايفة فيهم مزايا، ده مهم. اتفقنا إنه أهمية العلاقات الاجتماعية والأبوية والزوجية بتلعب دور كبير جدًا، هنتكلم عن الباقي، إحنا يمكن دلوقتي اتكلمنا عامةً ونفتكر إنه صغير أو كبير محتاجين الشعور بالحب والاهتمام.